بس يا سيدي، ومن هنا بدأت الحكاية. أول ما يوريزيتش اتجنن فعله وفكر يهاجم ويسيب مساحات للكابتن معتمد جمال، كابتن معتمد جمال قال له بس حبيب قلبي جيت لي في ملعب. وانت دخلت السيمة بتاعتك دي يعني من غير مؤاخذة يعني اللي أنا شايف فيها صنعة ولا هوبت من الأصول؟ قلبي جيت لي في ملعبي. يوريزيتش غلط غلطه كبيره النهارده. اخواتي وحبايبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الزمالك بيفوز على بيراميدز 1-0 في مباراه هي الاصعب في الدوري والاصعب في مسيره معتمد جمال بهدف قاتل، هدف قاضيه لاخوان بيزيرا البرازيلي الاصلي صناعه الكائن الشيكو بنزا. اخواتي وحبايبي صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. النهارده الكابتن معتمد جمال بصراحه الله يكون في عونه. في التسخين كده وفي البدايه بنتاج هوب شد في الضمه. يا دنيا وراكش غيري ولا ايه؟ بنتاج هوب شد في الضمه. اطلع يا عم بنتايج بره السكور. ايه اللي هيحصل؟ طبعا اضطر يجيب فتوح يلعبه باك شمال ويجيب محمد اسماعيل من قلب دفاع يلعبه نص ملعب ويجيب الونش من على الدكه ويلعبه قلب دفاع. طب محمد اسماعيل هنا يا كابتن معتمد ليه؟ معلش حقه، وكلنا قلنا محمد اسماعيل في غياب فتوح عن نص الملعب. هو طبعا نص ملعب بيراميدز قوي جدا واقوى نص ملعب في مصر لوحده ما شاء الله. مهند لاشين فرقه لوحده في نص الملعب، فاضطر طبعا يلعب محمد اسماعيل. ليه؟ محمد اسماعيل راجل قوي، كورته حلوه، في نفس الوقت هيعرف يطلعك بالكوره، وفي نفس الوقت مركزه الاصلي مدافع فهيعرف يبقى قاطع له الكوره. فهنا الكابتن معتمد جمال عمل اللي عليه وفكر صح. الراجل ما غلطش في حاجه، والله تفكير علمي ومنهجي ومنطقي. محمد اسماعيل بقى ما اداش اللي هو مطلوب منه. محمد اسماعيل كان مهزوز، محمد اسماعيل كان بطيء، محمد اسماعيل كان متنشن، دي حاجه تانية بقى. المهم الشوط الاول يمشي. يوريزيتش ما رضيش يهاجم، ساب الكره للزمالك، ساب الاستحواذ للزمالك، ما رضيش يخلي معتمد جمال يعمل الطريقه بتاعته والفكره بتاعته. فكره معتمد جمال ايه؟ ان انا بسيب الكره للفرقه اللي قدامي. عشان كده الزمالك اي فريق بيقفل عليه مساحات وبيلعب زون ديفنس الزمالك بيعاني. الزمالك عايز فرقه تهاجمه وهو يلعب على التحولات. هنا يوريزيتش كان قاريها وقال له انا هسيب لك الكوره وهسيب لك الاستحواذ وانا اللي هلعب على التحولات. وفعلا يوريزيتش الشوط الاول نجح فيها بحذافيرها، بس ما كان ناقص بس ايه؟ الانهاء الهجمات. ليه ما كانش فيه بصراحه هجمات خطيره يعتبر هنا او هنا، حاجات بسيطه قوي لا تذكر يعني. الشوط الاول بيخلص سجال، شوط متوسط. الشوط الثاني بيبدا كابتن معتمد جمال بصراحه في بدايه الشوط عمل تغيير نموذجي. ليه؟ طلع محمد اسماعيل كمان عنده انذار وقام منزل محمد السيد الشاب اللي عنده 19 سنه. راجل ما قداموش حاجه، هيعمل ايه؟ هيجيب عمر جابر يلعبه نص ملعب، طب مين يلعب باك يمين؟ محمد ابراهيم خبراته قليله، ما تضمنش في الماتش ده ممكن ايه اللي يحصل فالراجل. المهم الشوط الثاني فضل ماشي كده زي ما هو نفس الطريقه. الزمالك بيستحوذ، بيضغط عالي، بيعمل بعض الخطوره. بيراميدز بيعمل تحولات خطيره جدا، بس الحمد لله ان مايلي مش في حالته ومش فايق. وبصراحه الله اكبر عليه الونش النهارده، وحسام عبد المجيد وعمر جابر نجم من نجوم المباراه. بصراحه مش واخد حقه النهارده. عمر جابر بقى له ماتشين ثلاثه من ساعه ما حس ان هو احرج نفسه ان خلى شاب صغير وهو كابتن الفرقه يلعب عليه اساسي. بصراحه عمر جابر مقدم مستوى هايل وفتوح وكل الفرقه بصراحه النهارده لحد ما قرر يوريزيتش. اول تغيير عمله كان غلط في رايي لما قطه خرج ونزل اوباما. هنا لما قطه خرج بعد ما اتصاب كان بديهي انك هتنزل وليد الكارتي. المهم هو نزل اوباما والحمد لله فضل والنعمه جميل تمام. يسكت؟ لا، في الدقيقه 80 اتجنن فعله خالص بقى، قال له بس انا هاجم واخد الثلاث نقط. قام عامل ثلاث تغييرات هجوميين مع بعض. نزل عودة الفخوري مهاجم ومروان حمدي مهاجم، وقام منزل وليد الكارتي نص ملعب هجومي. هنا كابتن معتمد قال له كتر خيرك والف الف شكر. عمل تغيير نموذجي بقى محدش كان متوقعه، بس انا الحمد لله والله توقعته. قام منزل شيكو بنزا، وعشان خلاص في مساحات بقى، ودي حاجات شيكو بنزا. شيكو بنزا هتلعبه في الضيق مش هيديك حاجه، هتلعبه في المساحات هيكسر الدنيا، بس يظبط الحته الاخيره وهو ظبطها النهارده. اول لمسه لشيكو بنزا النهارده صاروخ عالمي من اخوان بيزيرا قدام فراد. هو راح بصراحه وقطع المسافات بتاعته كله تمام، بس جه عند الحته الاخيره اللي هي مش عايزه تتظبط بس، وهوب قام مديها للشناوي سهله جدا في المتناول. ماشي يا عم. هوب الهجمه الثانيه على طول قام صانع رقص يعني محمود مرعي ترقيصه ولا اسمه ايه مرعي ده، فضل واقف على الكوره طمع محمود مرعي ان هو خلاص قرب من الكوره، وهوب قام عامل حته في فينيسيوس جونيور وقام قاطع طبعا سرعات رهيبه. وهنا الحمد لله قرر يعمل صاروخ عالمي لاخوان بيزيرا، وبيزيرا يحرز الهدف اللي انا بلوم عليه. بيزيرا قلع التيشيرت ليه؟ ملهاش لازمه. استفدت ايه لما قلعت التيشيرت؟ جد حرام الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب اسري. استفدت ايه لما قلعت التيشيرت؟ احتفل وكسر الدنيا، بس ما تاخدش انذار مجاني. احنا في احتياج ليك، انت دلوقتي عندك انذارين
مشكله ماتش انبي اللي جاي، لو قدر الله لو خدت انذار مش تلعب ماتش الاهلي، سواء حتى لو خدتش انذار ولعبت ماتش الاهلي وخدت في ماتش الاهلي انذار هتغيب عن ماتش اسمه. احنا محتاجين كل اللعيبه، ولسه الاداره محذراهم من موضوع الانذارات المجانيه، بس مش عارف ليه اللعيبه غاويه تاخد. هتستفاد ايه لما تقلع يا عم؟ اقلعوا لما يبقى اخر ماتش خلاص، لما نبقى ضمننا خلاص. بس الحمد لله. المهم تالت لمسه شيكو بنزا هو اللي يجيب الجون، بس يتلغي. حظك وحش يا شيكو، والحمد لله الماتش بيخلص على كده. بيراميدز بيكمل ضغطه وبيعمل خطوره، والزمالك بيتماسك ودفاع حديدي، والمهدي سليمان شابوه والفريق كله شابوه، والحمد لله. وباذن الله نحتفل في الدوري، باذن الله باذن الله نحتفل بالدوري في ماتش الاهلي باذن الله، حاسسها باذن الله، ويبقى موسم عالمي اسطوري استثنائي بظروف الزمالك اللي بيمر بيها دي. صلى على النبي، اخواتي، صلى الله عليه وسلم. اعمل شير وفولو ولايك بقى. سلام.